يا مساء الفل، عاملين ايه؟ رب تكونوا كويسين. وحشتوني جدا. تعالوا بقى النهارده اوريكم. هو فيديو عشوائي بس حبيت ان انا اصوره لكم. رحت سرت عند ماما، فاخويا حب اللي هو يحتفل بيا وقال لي ما اعمل لك اختراع من اختراعاته، بس بجد بتطلع طعمها تحفه، طعمها خطير. ببقى اول مره فعلا ان انا ادوقها، بس بتعجبني فحبيت ان انا اشاركها معاكم. حط في الخلاط 4 كوبايات من اللبن و10 وحدات من المندولين. حط 10 وحدات، وحط قطعه من الايس كريم الاوريو. لو عندك ايس كريم فانيليا اللي هو بيبقى في العلب دوت، بيبقى تحفه، بيديله قوام حلو قوي. ونبتدي بقى نضرب كل ده مع بعض. احنا مش هنحط سكر خالص، لان كل حاجه مسكره. الشوكولاته اوريدي مسكره طبعا، وبتبقى فيها كراميل. مش هنحتاج سكر. انت بس لو حبيتي تزودي زودي، بس هو كده كان طعمه مظبوط وحلو قوي. وحبيت ان انا احط التاتش بتاعي. انتوا عارفين ان انا مش بسكت خالص، يعني لازم احط منقاري كده في اي حاجه. فجبت الكوبايه وزينتها كده بالكراميل. هو كان متجمد، يعني كان ماسك نفسه، فحبيت ان انا اسيحه. جبت بوله وحطيت فيها ميه مغليه، ونزلت بالعلبه فيها لحد ما وزينت الكوبايه بالكراميل زي ما انتم شايفين. ما صدقوا ان في زبونجات جديده، فهيبتدوا بقى اللي هم ايه يعملوا لي زي فار تجارب كده. بس بجد الاختراعات طعمها تحفه. وهنا طبعا انا مش عايزه اظهر لكم الكلام، لان كنت بتخانق معاه بقول له عايزه اخد واحده مندولين. هو كان راضي الصراحه، بس انا كنت برخم عليه. لما ضرب كل المكونات دي مع بعضها عملت وش كده حلوه قوي، وبجد كان طعمه جميل. يعني مش قادره اوصفه لكم، لازم تجربوه. حاولوا ان انتوا تجددوا من الكوبايات بتاعتكم، من العصاير، من الاطباق. التجديد برضو مطلوب، لازم تجربي كل حاجه عشان تبقي عارفاها. وزيناها من فوق الوش ببندولين متكسر. بجد كان تحفه قوي. وتسلم ايدك يا اخويا وجرب فيا.